اوعى تبتدي يومك بكده، دي مقولة غلط خالص. ده في أكلة لو مشيت في أي حارة مصرية لازم تشم ريحتها من بعيد، بس استنى عندك، ده مش مجرد طبق، دي حكاية عمرها آلاف السنين. من أيام الفراعنة كانوا بيحطوا الفول في المقابر مع الملوك، مش بس كده، ده كمان كان أكلة أغنياء ما كانش بياكلوا غير الملوك أو الكهنة بس. أما دخل الإسلام لمصر بقى الفول بيتحط في قدر نحاس، بيتسلق من بالليل ويتصب الصبح طازة، ويملى عربيات الشوارع والريحة ترن في كل مكان. والحلاوة ما كانتش كمان في الطعم بس، لأ دي في التشكيلة، تحبه بالطشة والّا توم بيتقلي وزيت سخن يزين الوش، والفول أبو قوطة خضرا وطماطم وكمون. أمّا بقى الفول أبو طحينة ده بقى إيه، كريمي، والفول ببيض أو بيض مسلوق أو عيون فوقيه، والّا تحبه في طاجن سخن يطلع البخار كده من كل حتة. أيًا كان ذوقك الفول موجود وبيقول لك صباح الخير بطريقته، إن كل لقمة فيها فول فيها حكاية، وكل حكاية ليها مكان هنا في الأكلة وما فيها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب، عندنا لسه أكلات تانية كتير جدا عايزين نعرف حكايتها.